هنا منتخب السنغال ما احتاج ما دوا ما هدر ما سكوات توتال. إلا شفتو الطريقة باش فتشوهم في المطار، والمدة اللي خدات، واحد التفتيش اللي بكل صراحة تفتيش اللي موديل تتهبط وتتقعد فوق الكرسي تيقلبوك تيقلبوا لك حوايجك تتعاود توقف تيقلبوا لك حوايجك. ما شفناش شي شكاية ولا شي هضرة، كلشي ضرب الطم، كلشي ضرب الطم. الميريكان كلشي ضرب الطم. ما كاينش شي واحد اللي تيعترض ولا يقول لهم سلامة اللاعبين ولا ما سلامة اللاعبين ولا راحة اللاعبين ولا. ما كاين لا حليب لا تمر لا اتاي لا مقروط لا غريبة لا والو. كاين جيتي عودتي من الطيارة غادي يقلبوك. والتقلاب اللي موديل التقلاب بكل صراحة ما شفناش مع المنتخب المغربي. ما كاينين الصور تاع ان المنتخب المغربي تعرض لهذا النوع تاع التقلاب. علاش؟ الله اعلم، الله اعلم. حنا عارفين العلاقات بين المغرب والميريكان علاقات اللي راسخة في التاريخ، ولكن هذه الطريقة باش قلبوا المنتخب السنغال فهي كانت مدلة ومدلة بزاف. وما خرجوا ما هضروا، ما كاين لا بيان استنكاري لا من الجامعة تاعتهم لا من المدرب تاعهم لا من اللاعبين، كلشي ضارب الطم وساكت. وهنا تيبين لك بلا المغرب حاول يزيد بشي حاجة لقدام، ولكن كاينين الناس اللي تيبغيو القمع. القمع مزيان بكل صراحة، بكل صراحة. راه حتى ترامب قال ليه راه اللعاب تيتشكاو، بعض اللعابة تيتشكاو من شي بلايص فيهم الأفاعي وخايفين على صحتهم. قال لهم هادشي أنا أول مرة تنسمعو. جا رياضة كرة القدم اللي جا بيلعب كرة القدم مرحبا به، اللي ما بيلعبش كرة القدم الله يعاوننا ويعاونو. دونك واحد الحاجة أخرى، إلا شفتو المنتخب تاع كراسة والإخوان أقسم لكم بالله لا عاطينهم واحد السيارة تاع عرفتي دوك باصو المدرسة دوك تاع السكول، دوك القدام عاطينهم ليهم ما فيهمش راجم ما فيهم، وكلشي راضي وساكت. حتى دولة ما تتشكى، حتى دولة ما تتشكى. أنا تنتمنى من السنغال ينوضوا ويتشكاو إنه هادي حركة مهينة داروا ليهم في المطار، وهاد الطريقة تاع التقلاب مهينة، إنه باش يبداو يهبطوا اللعابة من الطيارة وواحد بواحد يتعرضوا لهاد النوع تاع التفتيش. فهو خصهم ينوضوا يهضروا على حقهم بكل صراحة، بكل صراحة. الإخوان قولوا لي أنتم اش بان لكم، واش السنغال خاصهم يخرجوا البيان ويستنكروا هاد التفتيش، ولا ما خصهمش، خصهم يسكتوا ويطمروا ويكملوا؟